بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده بقى هنعمل فيديو منيو الاسبوع، 7 اكلات مختلفة علشان ما تحتاريش في الأكلات. خدي فكرة ونفذي بكرة. فأول حاجة كده هنعمل مع بعض سمك. معايا هنا حلة كده على النار، ونزلت ببصلة مفرومة. هنعمل رز صيادية وسمك مكاريلي مقلي وشوية سلطة كده يمشي اليوم. نزلت كده بالرز و هاحط له بقى الملح والكمون وهاغطّي عليه، وهنا كمان شوية بتنجان عاملة بابا غنوج وشوية طحينة كده وقرن فلفل. وأنا عملت معاكم قبل كده، انزلوا كده خدوا لكم لفة في القناة هتلاقوا الفيديوهات دي موجودة. وعملنا كده طبق بابا غنوج في ريح السمك، وادي الرز الصيدلية طالعة زي الفل أهو. وهنعمل شوية سلطة كده بالخضار الموجود عندي. وما تأزميش نفسك لأن اليومين دول غلا جامد جدا، ولازم نوفر كده ونعمل نقتصد كده في الأكلات في الأسبوع. مش لازم كل يوم لحمة وفراخ، يوم كده ويوم كده، يوم بيشيل يوم. وكله نعمة وفضل من عند ربنا الحمد لله، عشان نعدي الأزمة اللي احنا فيها دي. هنا بقى كده هتبل السمك، وطبعا السمك المكاريلي ده مش رخيص، الكيلو ب50 جنيه. فجبته كده ونضفته زي ما انتم شايفين، وهبدأ اتبله وبعد كده هقليه على طول. ودي كانت اول اكلة في الاسبوع. يعني غالبا بحب اول اسبوع اللي هو يوم السبت ده بيبقى اغلبه سمك، لان ببقى في السوق واليوم بيضيع. فساعات باجيب سمك مشوي جاهز واجي اعمل الرز، وساعات اعمل سمك مكرلم اللي هو يعني سهل في التنظيف. فحطيته كده على طول هقليه، وخلصنا الرز والسلطة والمقبلات اللي احنا عملناها مع بعض. وهحمر بس السمك وهنتغدى على طول. دي كانت وجبتنا اول يوم في الاسبوع. اهو هنحمر بقى كده زي ما انتم شايفين لونه جميل، وغرفنا كده الرز والسلطة وبابا غنوج لو عندك حاجة خضرة حلو جدا. وده كان اول يوم في الاسبوع. تاني يوم بقى عملت هنا رز بالفول. فكان معايا هنا بصلة مفرومة وطماطم وحزمة من الشبت، ومعايا فول اللي هو الفول الأخضر كنت مفرزاه في التلاجة. في الفريزر فطلعته كده، وهنعمل حلة من الفول رز بالفول. في ناس بتسميه كشري الفول، براحتكم حسب ما بتسموه، البلد اللي انتوا فيها بقى بتسموه اسم مختلف. فنزلت كده ببصلة شوحتها وحطيت عليها طماطم، اتسبكت شوية ونزلت كده بالفول، وبرده عملته معاكم قبل كده وسبته كده يستوي شوية. وبعد كده هنزل عليه بحزمة الشبت، كنت غسلاهم كويس ومقطعاها. وبعد كده هنزل بالرز بس كده، وهحط له الملح بتاعه وهسيبه لحد ما يتشرب. وهنا انا عملت جنبها طماطم مخللة بالملح كده والثوم والفلفل الأحمر. وكانت دي أكلتنا تاني يوم. حلوة جدا واحنا بنحبها بصراحة، وتغيير عن الأكل كله في حلة واحدة. اهو طالع ما شاء الله جميل. ندخل بقى على الأكلة التالتة. هنعمل برضو هنا بسلة بلحمة كده، معاه بصلة برضو حمرتها كده، شوحتها في شوية من الزيت، وهنزل عليها باللحمة هديها تشويحة، وبعد كده الطماطم. كلنا عارفين طبعا طريقة البسلة ما فيهاش أي حاجة. هشوح كده البصل لحد ما تاخد لون، وهنزل باللحمة كده و هديها تشويحة، وبعد كده هنزل بالطماطم اهي. وهنا هعمل بقى الرز كده، هعمل شوية رز بشعرية، شوية زيت وقطعة من الزبدة، وحمرنا الشعرية كده ونزلنا بالرز. وهنسيبه بقى نحط الملح بتاعه والمية بتاعته ونسيبه يتشرب. طبعا انا بديكي فكرة كده، يمكن انتي ناسية اكلة او اي حاجة فنفكر بعضينا. وطبعا احنا كل يوم بنحتار في هناكل ايه النهاردة. فاعطيتك كده 7 اكلات مختلفين، يمكن اكلة تعجبك فيهم تنفذيها على طول.
هنا كده خلصت كده البسلة وغرفت كده مع شوية كده فلفل مخلل وكلنا، والحمد لله. ده كان تاني يوم أو تالت يوم. رابع يوم بقى هنعمل كشري. هنا معايا مكرونة بكل أنواعها، ومعايا عدس بجبة، وكمان معايا بصلة كده هقطعها عشان نحمرها للكشري. هقطعها كده جوليان، وبعد كده هحمرها الأول كده في الزيت، وبعد كده هنعمل مع بعض الكشري. وعملت معاكم قبل كده كشري الحلة الواحدة، وأنا دلوقتي معتمدة كشري الحلة الواحدة بصراحة. بينجز معايا كده وأسهل من الكشري بقى نسلق المكرونة في مكان ونعمل الرز في مكان. بصراحة أنا بعمله دلوقتي كشري الحلة الواحدة وحلو جدا. نزلت كده بالمكرونة، سلقتها كده على جنب وصفيتها وسبتها على جنب، وبعد كده الحلة حطيت فيها شوية زيت حلوين، وهحمر البصلة كده فيهم لحد ما تاخد لون ذهبي، وبعد كده هطلعها. وطبعا البصلة حطيت لها شوية من الدقيق وشوية من النشا عشان تطلع محرفشة كده وناشفة. وطلعتها كده زي ما انت شايفة، وبعد كده نزلت كده بالشعرية، واخدت طبعا شوية من الزيت هعمل فيهم الصلصة عشان تبقى كده متطعمة بريحة البصلة. ونزلت كده بالشعرية وغسلت الرز زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليه على الشعرية، وهحط لها بقى المية بتاعتها واسيبه يستوي شوية، وبعد كده هنزل بالعدس. وفي الحلة التانية طبعا هعمل بقى كده فصين توم وهحمرهم كده وهطفيهم، او هضيف عليهم شوية من الخل، وبعد كده هنزل بالصلصة. بس كده طريقته سهلة وحلوة جدا، وبحب اعمله كده مرة في الشهر او مرتين يعني. من مرة لمرتين في الشهر، مش بكتر فيه كده. نزلت كده بالعدس وما شاء الله طالع مفلفل وجميل. والمكرونة سلقناها، وهنا الصلصة خلاص كانت بتتسبك. انا ما بعملوش الدقة اللي هي اللي على البارد دي، ما بحبهاش. احنا كده بنحبها كده. ومش بنحب برضو الحمص، يعني موجود عملت، مش موجود مش شرط يعني. وكانت دي اكلتنا لرابع يوم، كشري حلو جدا واحنا بنحبه بصراحة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده عملنا بقى كده شوربة عدس. فعندي بقى جزر وطماطم وتوم وبصل وبطاطس، وحطيت كده العدس غسلته ونزلت بيه، وهولع يعني هشغل عليه النار زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يتسلق. وبعد كده هضربه في الخلاط او بالهاند بلندر، وبعد كده هصفيه وهعمله. دي بقى الراعي الرسمي في الشتاء، وبرده بيبقى حلو جدا من الاكلات المفضلة عندنا. فزي ما انتوا شايفين كده ضربته في الخلاط ونزلت كده بالمصفى هنصفيه من القشور الطماطم والحاجات دي. وبعد كده في نفس الحلة غسلتها ونزلت بشوية زيت وقطع من الزبدة، وهحمر فيها شوية من الشعرية. في ناس مش بتحط شعرية، في ناس بتحط لسان عصفور، براحتك خالص، فأنا بحبه بالشعرية. هنحمر كده الشعرية، وبعد كده هننزل بالعدس اللي احنا ضربناه وصفيناه، وهحط له ملح وكمون وشطة حامية، وهسيبه يغلي غلوتين وهطفي عليه. برضو دي من الأكلات الحلوة جدا والموفرة، بس في الوقت اللي احنا فيه ده مش موفرة خالص، لأن العدس بقى ب45 أو ب50 كمان. فكده ما شاء الله استوى بقى حلو جدا. مش بحب احط له البصلة بتاعته المحمرة. وعملت جنبه كده بصل و طماطم برضو كده مخللة، وما شاء الله تقيل وحلو. والعيش، وكان كده أكلتنا زي الفل. زي ما انتوا شايفين بقى كده سادس يوم عملنا بقى كده. هنعمل بقى فرخة مشوية كده، ونزلت كده بالتتبيلة. والتتبيلة دي عملتها معاكم قبل كده كتير جدا، هتلاقوها برضو عندكم في القناة. وحطيت كده واحدة من كوب الزبادي، والتوابل بقى وليمون وزيت وخل وكل التوابل الموجودة عندك، وبشرت بصلة وطماطماية. وهبدأ أتبل الفرخة بتاعتي كده. وهنعمل صينية بطاطس كده وفراخ ومكرونة سباكيتي آه، اليوم يمشي طبعا.
فكنت مقطعه كده بطاطس وحلقات من البصل، حطيت كده من التتبيله شويه وقلبت فيها البطاطس عشان تبقى متطعمه بالتتبيله، وبعد كده هتبل الفرخه واحطها عليها اهو زي ما انتم شايفين. تبلها بقى كويس، وبعد كده هحطها كده فوق البطاطس بس على الشبكه بتاعة الشوي، وبعد كده هدخلها الفرن. وكده كمان أكلتنا لسابع يوم جاهزة اهي. هفتحها كده طبعا من ظهرها وبتبلها كده واحطها في الشبكة بتاعة الشوي اهو زي ما انتوا شايفين، وبتستوي وبتبقى زي الفل، ولا فحم بقى ولا اي حاجة من دي. وده ما يمنعش برضو اللي احنا بنحبها على الفحم ساعات، بس دي ساعات بتنجز كده معايا في الوقت، بدخلها كده الفرن وخلاص. حط كده كوباية من المية في الصينية وخلاص على كده. هنا بقى كنت بشوي برضو بتنجان، وهسلق كده كيس واحد من المكرونة اهو، شوية زيت بقى وشوية ملح، وهسيبها بقى تتسلق، وبعد كده هعمل لها طماطم بتاعتها الصلصة بتاعتها، وهيبقى الأكلة بتاعتنا جاهزة اهو كده. الصلصة المكرونة كنت صفيتها وحطيتها كده في الصلصة بتاعتها، وهعمل شوية طحينة، وكنت عملت بابا غنوج برضو. الحاجات دي بتبقى حلوة جنب المشاوي اهو. الطحينة بقى نحط لها التوابل بتاعتها وننزل بمية سخنة، وكده هنعمل شوية من السلطة برضو اهو. انا ما عملتش كتير مكرونة لان اغلبه بيحبها بالعيش يعني، فحطيت كده ايه المكرونة كده زيادة، والسلطة بتبقى والطحينة بتبقى حلوة جدا. بس كده يعني حاجات كده بسيطة، ونمشي بقى بيتنا كده بالموجود عندنا، مش شرط يعني كل يوم لحمة وفراخ. انتوا عارفين الاسعار غلت جدا، فيوم بيشيل يوم يعني حلو جدا الحمد لله. يوم بيشيل يوم حلو جدا. وكانت الفرخة كده طلعت معانا والبطاطس، وحضر بقى الغدا كده والشاي طبعا زي ظهرها متحمرة وجميلة، وده البطاطس والمخلل والسلطة والطحينة والمكرونة، والحمد لله على كده أكلة زي الفل. كده بقى آخر يوم كان عندي بقى كده ربع لحمة مفرومة، فقلت أعمله لهم صينية مكرونة بدل ما أعمله كفتة مش هيكفي أساسا، فقلت أعمله صينية مكرونة. وحلو جدا بتفرط معانا كده بالبصل والطماطم والفلفل، فربع اللحمة هيعمل لي صينية حلوة وهناكل منها كلنا يعني الحمد لله. احنا طبعا 4 أفراد لأن جوزي مش بيبقى معانا، ف بنعمل أكل ال4 أفراد. فشوحت كده البصل والطماطم، وحطيت كيس من المكرونة اهو زي ما انتوا شايفين، وهعمل لهم صينية مكرونة بالبشاميل، ويوم يعدي بقى كده بمخلل شيبسي كده جنبه، وخلاص على كده. قطعت لهم هنا برضو شيبسي كده زي ما انتوا شايفين، وهحمره معاكم شوية كده من الطماطم المتقطعة وخيار وحاجات من دي، واليوم بيعدي اهو. نحط بقى كده نعمل بشاميل، الزبدة والسمنة والدقيق، وهنزل كده باللبن، وكانت اللحمة اتعصجت خلاص اهو. هننزل بقى كده باللبن ونعمل بشاميل، وهتبقى صينية مكرونة زي الفل. حبة كده من جوزة الطيب بتبقى حلوة في البشاميل، وشوية ملح وشوية فلفل. وكان البشاميل بتاعي جاهز اهو، والمكرونة كانت اتسلقت. هنحط كده شوية من الجبن، وهنرص بقى الصينية مع بعض وندخلها الفرن. انا بعمل كيس وكيس من اللي هو الجاهز ده وشوية، وربع كيس تاني يعني بكمل النص كيلو اهو. او ساعات بجيب نص كيلو فرط من عند العطار، بياخد الصينية دي كويس جدا. وادي ربع اللحمة المفرومة اهو زي الفل. عمل لنا صينية كده مكرونة بالبشاميل حلوة جدا اهو زي الفل. وكمان مش بتتاكل كلها على الغدا بصراحة،
بتفضل منها كتير والله، والعيال لما بتجوع بقى بتاكل منها تاني، بتبقى صينيه حلوه كبيره يعني وما شاء الله محترمه. نزلنا كده بالبشاميل وهنرش عليها كده شويه من الجبن، بس كانت للاسف الجبنه دي مش بتسيح. وهنا حمرت لهم كده شويه من الشيبسي، البطاطس الشيبسي. وكانت اكلتنا جاهزه، طالعه كده محمره وجميله اهي. وكانت اكلتنا جاهزه، ويا رب النهارده الفيديو يعجبكم، ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.